في تفجير مسجد الإمام الصادق بحاري فهد القبة. لما وصل عند المسجد، طبعا بعد ما لبس الحزام النسر، كان يقول حق اللي وصله بالسيارة اللي هو عبد الرحمن الصباح المتهم الأول، صدر عليه حكم بالإعدام وتم تنفيذه. قال له وقف ما راح أروح. قال له ليش؟ قال له بس خلاص انطر شوية بفكر. طبعا هذا الحين خلاص الحين بينفذون العملية. المطلوب من هذا الانتحاري عقب ما لبس الحزام الناسف كان وقتها واقفين عند دوار السيف بدشون على داخل المباركية. قال له ليش أوقف؟ قال له لا وقف شوية شوية خلا بقول أدعية. فحس فيه قاعد متردد شوية. فالحزة كلم منه؟ كلم الشخص اللي قاعد يعطيهم توجيهات من داعش خارج الكويت. قال له ترى فلان شوي حسيت فيه كنا خايف. فايش قال له هذا اللي معاه قاعد يوجه له تعليمات؟ قال له بس بالجنطه اللي خذيتها، طبعا هذا متهم عبد الرحمن الصباح وهو يا بالجنطه اللي فيها حزام ناسف، وكان حاطين له شنو؟ شبو بالجنطه. فقال له بالجنطه بطلها في شبو، عطى خليه ياخذ. وفعلا عطى. اول ما عطى بعد 5 دقائق قال له ودني بسرعه انا جاهز.